أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Silma Ratu Syahrana. Selanjutnya adalah nomor penampilan peserta yang keempat atas nama T. Muhammad Watari yang akan membacakan surah Al-Hijr dimulai dari ayat 1. Kepada Muhammad Watari dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada T. Muhammad Watari. Selanjutnya adalah nomor penampilan peserta yang kelima atas nama Ahmad Fauzi yang akan membacakan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 9. Kepada Ahmad Fauzi dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Ahmad Fauzi. Selanjutnya adalah nomor penampilan peserta yang keenam atas nama Naufal Arik yang akan membacakan Quran Surah Al-Mujadalah dimulai dari ayat 11. Kepada Naufal Arik dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Naufal Arik. Selanjutnya adalah nomor penampilan peserta yang ketujuh atas nama Muhammad Wildan yang akan membacakan Quran Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 1. Kepada Muhammad Wildan dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا
ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Wildan. Selanjutnya saya panggilkan nomor penampilan peserta yang ke-8 atas nama Putri Warhamni yang akan membacakan Quran Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 1. Kepada Putri Warhamni dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Putri Warhamni. Selanjutnya adalah nomor pemanggilan peserta yang ke-9 atas nama Alvin yang akan membacakan Quran Surah Al-Mujadilah dimulai dari ayat 11. Kepada Alvin dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Firmansyah. Selanjutnya adalah terima kasih saya ucapkan kepada Alvin. Selanjutnya adalah nomor penampilan peserta yang ke-10 atas nama Firmansyah yang akan membacakan Quran Surah Al-Mujadilah dimulai dari ayat 11. Kepada Firmansyah dipersilahkan. Sekali lagi saya panggilkan nomor penampilan peserta atas nama Firmansyah yang akan membacakan Quran Surah Al-Mujadilah dimulai dari ayat 11. Selanjutnya adalah peserta atas nama Syifa'u Qalbi yang akan membacakan Quran Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 1. Kepada Syifa'u Qalbi dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Syifa'u Qalbi. Selanjutnya adalah nomor pemanggilan peserta yang ke-12 atas nama Fiza Al-Afkari yang akan membacakan Quran Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 1. Kepada Fiza Al-Afkari dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا
قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا
قدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Fiza Al-Afkari. Selanjutnya adalah nomor penampilan peserta yang ke-13 atas nama Rizky Andika yang akan membacakan Quran Surah Al-Hasyr dimulai dari ayat 18. Kepada Rizky Andika dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
فاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Rizky Andika, Dewan Hakim dan juga seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya penampilan peserta tadi, maka berakhirlah acara perlombaan tilawah pada Golden Festival Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2023. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah menilai kepada peserta. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau mengikuti perlombaan pada hari ini. Untuk pengumuman perlombaan akan diumumkan pada tanggal 3 November di malam penutupan pukul 8 malam yang akan diumumkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Semoga Allah berkahi acara kita pada pagi hari ini. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, saya Febi Kalista Rasyada selaku MC hari ini mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.